صباح النور يا صديقي. هلا هلا حبيبي. الله يسعد صباحك. والله انا يعني بدي اغلبك شويه، اني انا ناشدت اكثر من مره سياده الرئيس محمود عباس بالتدخل في موضوع اولادي في جامعه القدس ابو ديس. نعم. ولكن انا عتبي على الرئيس انه لغايه الان لم يتصل في ولا اي حدا من مكتب الرئاسه، حيث انا عندي ولدين والكل بيعرف صار في الجامعه، واحد قسطه 4150 دينار وواحد قسطه 1250 دينار، يعني 5400 دينار مطلوب مني انا كل فصل، وانا بشتغل سائق كما يعلم الجميع. يعني كل شهر 1200 دينار، غير كل يوم مصروف الطلاب رايح جاي مواصلات، غير 4 اولاد عندي في المدارس. انا بناشد كمان مره ومش راح ايأس، وراح اضلني اناشد الرئيس محمود عباس انه يساعدني في تعليم اولادي بالجامعه. هذا اولا. اثنين، اذا بتقدر يا عم ايهاب انت واي واحد بسمعنا بهالوطن المحترم يلغي الموازي عن هالولد اللي بتعلم دكتور. يعني لا يمكن انه يضلوا 6 سنين ياخذوا منا موازي، واحنا 2 طلاب بالجامعه صرنا الان، صار عندي ولدين بالجامعه. يعني الموازي مش قران، مش دستور بالنهايه بتغير. يعني في بعض الطلاب دخلوا موازي والان مش موازي. يعني ليش الجامعه اللي هي صرح اكاديمي وصرح تعليمي بتكيل بمكيالين او تتعامل مع الطلاب بمستويات مختلفه؟ يعني انا بناشد الجامعه هذا قانون الموازي يلغوه. الواحد بتعلم مش موازي من وسعه. يعني انا اوكي ابني يا اخي ما جابش 97 98، جاب على 95. يعني انا مش بخاطر دخلته موازي، غصب عني دخلته موازي عشان هيك الجامعه بدها. يعني هي صرح اكاديمي ولا صرح تجاري. انا بترجاك يا ايهاب انت وكل من يسمعنا كمان يا صاحبي يا حبيبي، تقدر تساعدنا في الغاء الموازي يا عمي. لا ولا حدا بيقدر للاسف. هذا يعني اني اقول لك رح نشوف، لا بضحك عليك بكون في موضوع الموازي. هذا موضوع يا بلتغى من كل الجامعات بقرار من وزاره التعليم العالي، يا حيضل زي ما هو، بس يعني بكل بساطه. وإلنا سنين يا صاحبي. ما هو اذا بدك اوعدك واقول لك ان شاء الله خير وماشي بوعد، ما على الفاضي يا صاحبي. هذا بلتغاش الا بقرار مجلس وزراء او وزاره التعليم العالي، بس نقطه واخر سطر. ولا حدا بيقدر يلغيه غير هيك. طيب يا سيدي، فاهم علي؟ نعم فاهم عليك. فهو يعني ليش نضحك على بعض ونقول لك ان شاء الله بنشوف بنفحص؟ ولا يمكن. يا بيطلع قرار من وزاره التعليم العالي. بس عم في ظلم في الموازي، في ظلم. نعم فاهمين. بعرف يعني الاف الطلاب بكون بدهم علامه او علامتين. بعرف يا صاحبي. طب التعليم بعدين يا اخ ايهاب، المواد اللي بياخذوها الطلاب 35 دينار بالساعه، هي مواد عاديه بيقولوا لها. ابني بياخذها ب 170 دينار نفس الطالب. هاي مواد يعني لازم ياخذوها زي تجاره او عبراني او شيء. طب يا اخي خلي سيادته زي ساعه التجاره ب 30 دينار. ليش ليش يعني مش ساعه طب، ساعه عاديه هي انت بتنزلها عليه بدفع عليها 170 دينار. والله يا حرام يا جماعه الخير، احنا مش عايشين في سويسرا ولا في هولندا. لازم يفهموا انهم بيتعاملوا مع الطلاب واخذوا مصاريفهم من اهاليهم، مش انا بس بحكي عن حالي. هاي مشكله عامه كلها يا جماعه الخير. بعدين انا كمان مره باكد، انا املي بالرئيس محمود عباس، واي واحد بيسمعني الان يوصل للرئيس اني انا بدي اشوفه. يا اخي صار ذات السيبه طالبه قبل الرئيس. يا عمي ليش لا؟ انا مواطن فلسطيني ومسؤول عن الرئيس، بده يقابلني. قال لا بده يقابلني. هو مسؤول عني وعن اولادي وعن تعليمهم وعن صحتهم. كيمو صباح الخير. الرئاسه بدهم يقابلوني ان شاء الله. اقسم بالله العلي العظيم برشح حالي للانتخابات القادمه رئيس دوله فلسطين. طب الرئاسه. طب رشح يا سيدي. طب رشح يا سيدي، ما حدش بمنعك ولا حدا بيقدر يمنعك صاحبي، حقك. انا بقول لكم كيمو قادم للرئاسه اذا لم تستجيبوا لطلباتي. لا بيك.